السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم معكم بريوات بالبطاطا والفرماج، تيجيو رائعين، تيوجدوا دغيا، يعني ما تياخذوش الوقت بزاف وبنان. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ومرحبا بكم في عالم الطبخ والحلويات. ونخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي 5 د البطاطات، سلقتهم كبار، سلقتهم بالقشور ديالهم. من بعد ما تسلقوا ليا تنمعسهم وهما سخان، خصكم تحيدوا لهم القشر وتمعسوهم هما سخان باش دغيا يتمعسوا ليكم. وعندي هنايا الفرماج كما تشوفوا هنايا. بديت نمسها هكا بالفرشيط. عندي هنايا الملحه، شويه د الملحه وشويه د البزار وشويه د الهريسه وشويه ديال الكمون. عفوا السودانيه بغيت نقول لكم. وعندي 2 معالق كبار ديال المعدنوس قطعتهم مزيان. عندي هنايا الزعتر تنحكو. بالنسبه للمعدنوس عندي 2 معالق كبار. هنا عندي فرماج محكوك، يكون يعني اي فرماج عندكم ماشي مشكل، واخا يكون داك المربع ولا مثلث كيري ولا راه باش كاين، يعني اي فرماج عندكم في الدار موجود، ماشي بالضروري يكون فرماج الاحمر، تيجيو زوينين وبنان. دابا بديت نخلط مزيان. هنايا عندي نص كيلو ديال الورقه، غادي نقطعها على 2. من بعد ناخذ النص الثاني غنديرو فوق النص الاولاني باش هكا نقطع البريوات ديالنا مقادين. من بعد بديت تنهز دوك الطروفات نديرهم فوق الطرف الاخر باش هكا يجيوني مقادين. صافي. من بعد ما قطعنا الورقه هنايا غندهنها هكا بالزيت. بالنسبه للزيت اللي كنت وريتكم داك النهار فاش درت الفيديو اللي قبل من هذا، هذيك الزيت درت فيها غير التحميره وخليتها حتى تصفات من ديك التحميره. ديك التحميره تهبط للفوق وتنهز غير ديك الزويته اللي تكون في القرعه الفوق. انا بالنسبه ليا موجداها هكا فواحد القريعه فوق، ما بغيتها تنبغي ندير بريوات ولا شي حاجه تنجبدها. هنايا بديت نطوي معكم البريوات، ندير شويه ديال البطاطا كما تشوفوا. تنشد دوك القنات ديال البريوات باش يجيونا هكا مقادين. تبقى تشدوهم بيديكم وتبقاو طويوهم. وبالنسبه للبطاطا ما تكثروهاش باش ما تطرطق لكمش في الفران وما تزيروهاش. باش واش يطيبوا ما يطرطقوا لكمش، حيت الا زيرتوهم وكثرتوا البطاطا يطرطقوا. هنايا تندهن بهذيك الزيت، تنضيفوا شويه ديال البطاطا وتنبدا نطوي. كما تشوفوا تنشد دوك القنات وتنطويهم. بالنسبه عندي شويه دقيق تماك وشويه د الماء تلصق به البريوه ديالنا. خلطت شويه الدقيق مع الماء وتلصق بهم البريوات. غنصايب معكم واحده اخرى. تندهنوا الورقه ديالنا، تنضيفوا شويه ديال البطاطا، كما قلت لكم ما تزيروهمش باش ما يطرطقوش لكم. ما تزيروهمش بزاف، هو خصهم شويه تزيروا ماشي بزاف عاوتاني باش ما يطرطقوا لكمش في الفران. الا زيرتوهم بزاف راه يطرطقوا. تنضيفوا شويه الدقيق هكا باش نسدوهم.
هاد البراوات ممكن تضيفوا عليهم هكا الطون، حيت انا كنت ديجا صايبت معكم بهكا سميتو بطاطا والطون، تيجيو زوينين حتى هما. دابا نخلي لكم في صندوق الوصف اللي بغى يشوفهم ويديرهم، حتى هما تيجيو بنان. ساهلين ودغيا تيوجدوا، راه ما تياخذوش الوقت بزاف. واللي بغى الورقه يصايبها نحط لكم لين ديال الفيديو لتحت باش تشوفوه. هنايا من بعد ما ساليت البريوات ديالي، بالنسبه ليا هنايا انا عطاتني هاد الكميه هادي، نص غادي ندخلها الفران يطيبوا ونص الاخرى غنديرها في كونجيلاتور. بالنسبه لهنايا هذيك الزيت اللي كانت عندي درت ضفت عليها شويه ديال الصوجه، تتبقى اختياريه. هكا تعطيو واحد اللون زوين فاش يخرجوا من الفران. هنا بديت ندهن البريوات ديالنا، يعني في اخر لحظه توجدوهم، راه ما صعابش وما فيهمش الوقت بزاف. بالنسبه للفران ديالي راني سخنته من الفوق ومن التحت، شلت عليه من الفوق ومن التحت. حتى تيسخن ليا وتندخلو الفران وتنقص عليه شويه. صافي دابا ندخلوهم الفران ومن بعد ما يطيبوا نرجعوا معكم. هما البراوات ديالنا من بعد ما طابوا تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو بنان بزاف. زينتهم شويه بالمعدنوس من الفوق، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم البراوات ديال اليوم. ما تنساوناش بلي لايك وبلي بارطاجي مع الحباب والصحاب، وتنشكركم بزاف على المشاهده، وخليتكم على خير والسلام عليكم.